علشان الزملكاويه اللي بيطلعوا زي البغبغانات وبيتكلموا. اسمع يا عم بيقول ايه، اسمع. قلت لي ان الراجل كان عايز يلعب ماتش الاهلي، اتبلغ ازاي ان هو انا اللي بلغته. انت؟ مش حد تاني؟ مش الاداره، مش الاشراف، مش لجنه الكوره، مش اي حد؟ لا احكي لي. انا جالي تليفون الصبح، الصبح انهي صبح؟ من اليوم اللي اتعلن. ومن الحاجات اللي ضايقتني او مش ضايقتني، زعلتني جدا، اللي انا بكلمه بالليل طلب مني تحضير ماتش بتروجيت. صعب عليك الموقف طبعا ما يستاهلش، والله ما يستاهل كده. والله يا ابراهيم انا اشتغلت مع ناس كتير، بس الموضوع بالنسبه لي كان صعب. ليه صعب عليك يا امير؟ انت عينك لا 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 لا، اللي اتعمل على الراجل ده ما حدش يستحمله. ياه، والله. ده انت انسانيه مضاعفه مع اعلى الدرجات يا امير. طبعا يا عم، الراجل ده نضيف، مش بتاع حلنبوحه. الراجل ده كده. فاما يقول لي بكلمه، قلت له يا كوتش يعني بلغوني كذا اهو. قال لي طب انا كنت في كورس بتاع انا ما اللايسنس. اعرف انك عاطفي. لا مش عاطفه يا ابراهيم، انا متربي. انا عارف. ما بقى انا متربي عارف. الضرب وبصوني والغدر منه فيه، وبيدعي المظلوميه وجايب المصايب كلها بتاعته على النادي الاهلي، وهي المصايب جواه.